السلام عليكم. اليوم القصة غادي تدينا لولاية كاليفورنيا. قصة غريبة وخطيرة، يلا معايا باش تسمعوها. كانت كولين ستان في عمرها 20 سنة. في واحد النهار كان عيد ميلاد صاحبتها اللي مشات تحضر ليه. كانت صاحبتها ساكنة بقرب مدينة الريد بلوف في ولاية كاليفورنيا، وفي طريق الذهاب عرضوا عليها واحد الراجل مع مراته باش تركب معاهم. ملي شافوها جنب الطريق كتسنى الترونسبور، كولين ملي شافتهم جوج معاهم بنيته صغيرة شعرت بالأمان وهي تركب. ولكن الأمر كان مغاير، هاد الزوجين كانوا أكثر شخصيات شرا وخبثا على وجه الأرض. كان الزوج اللي اسمه كاميرون هوكر رجل خطير، كان من الأول النية ديالو باش يخطف كولين، خطفها باش تكون ضحية للأفعال ديالو الجنسية المريضة. بعد ما ركبت كولين في منتصف الطريق دخل هوكر لواحد المزرعة بعيدة ومعزولة، وشوية هو يدير لها الموس على حلقها ونزلها من السيارة ودخلها لواحد البيت وتعدى عليها وعذبها بوحشية. ولكن هذه كانت غير البداية لسلسلة التعذيب اللي غادي تعيشها لمدة 7 سنوات. وهوكر صنع واحد الصندوق خشبي بحجم التابوت، وكان كيدخل له كولين تنعس فيه مدة 22 ساعة باليوم. والمصيبة هو كان الصندوق تحت السرير ديال هذا البيت، وكانت بنت هوكر الصغيرة كتجي كل صباح كتعنق وتبوس باها وهي ما عرفاش اش كاين في هذا الصندوق. كانت كولين كتعرض للعذاب كل نهار، ضرب وحرق وصدمات كهربائية واعتداء جنسي. وكذلك غير الاسم ديالها لكاي، وقالها إذا عصت الأوامر ديالو غادي يقتل عائلتها. وأما الزوجة ديالو اللي كان اسمها جان هوكر كانت متواطئة معاه في هاد الجريمة. وقالت كولين أن جان كانت كتعذبها حتى هي، ومسكينة كانوا كيربطوها بسناسل على عنقها، وكانوا عاملين معاها مروحة صغيرة في التابوت باش تقدر تنفس. الصندوق اللي كانت كتبقى فيه كولين 22 ساعة في النهار كان مظلم، والحاجة الوحيدة اللي كانت كتسمع فيه هي ديك المروحة اللي في جنب راسها. وكان كاميرون واحد الراجل مريض لدرجة أنه كتب عقد فيه أنه كيمتلك جسد وروح كولين، وبزز عليها توقع عليه. وبعض المرات ملي كيكونوا خدامين كانوا كيخرجوها من الصندوق باش تقابل لهم ولادهم وتعمل لهم الواجبات الدراسية. بعد مدة ديال التعذيب كان كاميرون هوكر كيقول لكولين أنه كيبغيها وغادي يكون مستقبل بيناتهم زوين. كولين ما كانت فاهمة والو، واش كاين شي واحد كيبغيك غادي يعذبك بهاد الطريقة الوحشية؟ بعد مرور سنوات كولين ولات مغسولة الدماغ. اللي قال لها هوكر كتعملها. واحد المرة عطاها السلاح باش يختبرها، قال ليها عملي الفردي في فمك وضربي، وهي نفذت بدون رفض. ولكن السلاح كان خاوي. غير هاد الخبيث جرب واش وصلت للمبتغى ديالو، انه يرجعها مسكينة بحال شي دمية اللي قال لها تعملو. كانت كولين روح بدون جسد، تمنات الموت وما لقاتوش. والصدمة بعد 3 سنين و10 شهور ديال الأسر في عام 1981 السيد كاميرون دا كولين باش تزور عائلتها في دار والديها، وهددها أنه غادي يقتل والديها وخوتها إلا قالت شي حاجة. هو مشى معها على أساس أنه خطيبها، زعما هو اللي قنعها باش تجي تزور عائلتها من بعد ما مشات لعنده بدون ما تخبرهم. بكل وقاحة قال لعائلتها أنهم ياخدوا تصويرة تذكيرية مجموعين ويعلقوها في الحيط. ومن بعد هاد الأمسية العصيبة رجعت البنت تعيش في التابوت لمدة 3 سنوات أخرى. والأمر اللي اختلف هو أن حدة التعذيب نقصت شوية. وقالت أن الزوجة ديال كاميرون دارت لها كيكة في عيد ميلادها ورجعت كتعاملها بشكل أفضل. قرر كاميرون هوكر باش يخطف بنات آخرين. بعد مدة جان زوجة كاميرون الضمير ديالها صحى. استغلوا واحد النهار ما كانش كاميرون في الدار وهما يمشيو عند الشرطة. جان بلغت بالزوج ديالها أنه خطف وعذب بزاف ديال البنات.
خصوصا واحد البنت كان خطفها واغتصبها وعذبها وقتلها، اللي كان اسم ديالها ماري إليزابيث سبانهيك. مسكينة عذبها وقتلها في عام 1976. والبوليس بواحد السرعة كبيرة شدو كاميرون هوكر قبل ما يعيق ويهرب. أما الزوجة ديالو ما اعتقلوهاش، حيت قالت حتى هي في الأول قبل ما تزوج به أنها تعرضت للتعذيب وغسل الدماغ أيضا، وأنها كانت خايفة يقتلها. وأخيرا كولين رجعت عند عائلتها وعودت لهم القصة اللي خلاتهم مصدومين ونادمين، حيت خلوها بوحدها على أساس أنها هي اللي اختارت تعيش حياتها بعيدة عليهم. نتمنى أن القصة تكون نالت إعجابكم وتاخدوها عبرة. ما تركبوش مع أي واحد خصوصا ما كنعرفوش. خذوا الحيطة والحذر ديالكم، حيت الوقت ما بقى فيها ما يعجب. شكرا على مشاهدة.